بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في فيديو جديد على قناتي على اليوتيوب. طبعا بعد انتهاء مباراة النادي الاهلي ونادي الاسماعيلي بالامس وفوز النادي الاهلي بنتيجة 1-0، والمباراة شهدت بعض الحالات الجدلية التحكيمية وإثارة وبلبلة كبيرة جدا في الوسط الإعلامي من هنا ومن هناك، ومن خبراء تحكيميين سابقين أدلوا برأيهم في كور ركلات جزاء وفي كور أهداف تحسب وأهداف لم تحتسب. وكان الموضوع شائك جدا من امبارح، وأحداث كتير حصلت من امبارح لليوم. عايز أقول مبدئيا في كورة هدف النادي الإسماعيلي الغير محتسب أن الكرة لمست ركبة محمد حسن لاعب نادي الإسماعيلي، ومن ثم خبطت في إيده ودخلت وغيرت اتجاهها ودخلت هدف في محمد الشناوي. وبعد كده رجع الحكم للفار والكلام ده كله وألغي الهدف بداعي أن الكرة لمست إيد اللاعب محمد حسن. طيب، كتير جدا من الإعلاميين وخاصة إعلام المنافس إعلام نادي الزمالك طبعا اتكلموا عن ان ده هدف ملغي، وان شوف بقى المشاكل اللي بتحصل في الفار ومشاكل المجاملات والتحكيم والاحتواء والكلام ده كله. طبعا هم ما بيقولوش الكلام ده يعني حبا في نادي الاسماعيلي او تشجيعا لنادي الاسماعيلي، ولكن الكلام اللي بيتقال ده دايما لإثارة الفتن في التوقيت ده، وخاصة ان نادي الزمالك وبشكل كبير جدا خلاص يعني ضامن مركز ثالث ورابع في الدوري، فما بينافسش على لا الدوري ولا يعني حتى انه يلعب في بطولة دوري ابطال افريقيا. وبالتالي فاعلام الزمالك المتعصب، وخلي بالك من كلمة المتعصب، الاعلام المتعصب الاعلام الاعمى، الاعلام اللي بيدور فقط على مصلحته الخاصة ايضا، وبيدور دايما على اثارة الفتن ما بين جمهور الاندية وبعضها. كتير جدا منهم وخاصة اعلامي معروف ومشهور على قناة نادي الزمالك طلع يتكلم على قناة النادي ومنشورات على الفيسبوك وصفحاته بأن المجاملات التحكيمية، ولولا التحكيم لا أندية بعينها بتاخد الدوري، ولو في عدالة تحكيمية كان الدوري ده هيروح لفرق تانية وكان هيبقى فيه منافسة حقيقية والكلام ده كله طبعا. ويتكلم عن أن الهدف صحيح وهدف يعني مفيش فيه أي لمسة يد على محمد حسن لاعب النادي الإسماعيلي. المفاجأة إن الكابتن أحمد العجوز مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي طلع امبارح على التلفزيون المصري القناة الأولى المصرية مع الإعلامي كريم رمزي، وقال بالنص إن محمد حسن لاعب النادي الإسماعيلي قال له إن الكرة خبطت في إيده، ولكن الهدف برضه صحيح. يعني هو وجهة نظره إن الكرة خبطت في إيد محمد حسن لاعب النادي الاسماعيلي، ولكن برضو مفيش مشكله في اللعبه لانها غير مقصوده، والمفروض برضو ان هي تحتسب هدف. فاحنا هناخد الجزئيه الاولى ان هي اللاعب قال له لمدير الكره، قال له ايوه الكره خبطت في ايدي. متخيلين يا جماعه ان اللاعب بنفسه بيقول لي مدير الكره بتاعه ان الكره خبطت في ايدي، ولكن هو طبعا من وجهه نظر كابتن احمد العجوز ان الكره عادي تتحسب هدف. وده طبعا بنسبة كبيرة جدا في القانون لا ما تحتسبش هدف. هي ممكن لو على المدافع يبقى فيها كلام تاني، لكن لو على اللاعب المهاجم اعتقد ان هي لو خبطت في ايد اللاعب المهاجم ودخلت جون اعتقد ان مفيش في القانون ما يحتسب مثل هذه الكور، بالعكس بتحتسب هاند بول عليه ولمسة يد حتى لو هي دخلت المرمى. وبالتالي اعتراف رسمي من اللاعب بان الكرة لمست ايده، يبقى اذا الكرة والهدف غير شرعي وغير محتسب، ويعتبر القرار صحيح من الحكم 100%. وده كان على عكس كلام الكابتن جهاد جريشة اللي قال واتكلم بصراحة ان هو شايف ان الهدف صحيح 100%. لكن انا برضو عايز اتكلم من نقطة تانية خالص، ان لازم الكاميرات ولازم جودة التصوير ودايما الفار يعرض الزوايا كلها، ما يعرضش من زاوية واحدة، لان دايما بنشوف كده في الفترة الاخيرة، حتى شفنا الموضوع ده في بطولة دوري ابطال افريقيا، ان بيبدأ دايما كده الفار او المخرجين بيعرضوا بعض الزوايا وبيسيبوا بعض الزوايا التانية اللي بتكون مهمة جدا. فدي بقى دعوة للفار في الموسم الجديد والقائمين على بقى نقل المباريات والمخرجين والكلام ده كله، ان يا ريت يبقى في زوايا اكتر، يا ريت يبقى في كاميرات محطوطه في اماكن اكتر من كده توضح مثل هذه الالعاب. استكمالا لنفس موضوع هدف نادي الاسماعيلي، خرج الكابتن كريم رمزي ونشر على صفحته قال ان شايف ان الكابتن احمد العجوز ان هو يعني نفى الاخبار ونفى ان هو قال ان اللاعب قال له ان الكره لمست في ايده،
والكابتن كريم رمزي او الاعلامي كريم رمزي قال ان هو الراجل قال لي في مداخله الهاتفيه على التلفزيون المصري والمنقوله على الهواء مباشره بان اللاعب قال له بان الكره لمست في ايده. فهو يعني حتى الاعلامي كريم رمزي مستعجب من تغيير الكابتن احمد العجوز لكلامه. الكابتن احمد العجوز في موقف لا يحسد عليه، ونادي الاسماعيلي في موقف صعب جدا في الدوري. بتمنى طبعا ان نادي الاسماعيلي يكون من الانديه المتواجده في الموسم المقبل ان شاء الله، ويرجع ينافس في مكانه الطبيعي تاني على الدوري العام وعلى البطولات المصريه والبطولات الافريقيه. ده كان الموضوع الاول اللي كنت عايز اتكلم فيه. وهناك بقى تبعات لرابطه الانديه بسبب هتافات جماهير النادي الاهلي. النهارده اصدر قرار من رابطه الانديه بايقاف عدد تقريبا حوالي 2300 مشجع للنادي الاهلي لنهايه الموسم. يعني بقيه مباريات النادي الاهلي المشجعين اللي كانوا متواجدين في الملعب امس يعني ممنوعين من دخول المباريات القادمه في الموسم الحالي للنادي الاهلي. كذلك برضو عدد حوالي 300 مشجع لنادي الاسماعيلي برضو ممنوعين من الدخول لنهاية الموسم لنادي الإسماعيلي. كلام المهم جدا مني لمجموعة الإعلاميين اللي بيثيروا الفتن ما بين الجماهير وبعضها، بيثيروا الفتن ما بين جمهور نادي الزمالك ونادي الإسماعيلي، والعملية مش محتاجة زيادة تعصب، العملية صعبة جدا ما بين الجماهير. هناك شحن كبير جدا ما بين الجمهور وبعضه، وهناك أشخاص وإعلاميين بعينهم هم اللي بيساعدوا على كده للأسف، وللأسف متواجدين على منابر قنوات مهمة جدا وقنوات كبيرة جدا زي قناة نادي الزمالك. لما تلاقي إعلامي وحيد خارج يتكلم تارك كل أمور نادي الزمالك وبيتكلم على مباراة الأهلي والإسماعيلي، بيتكلم على التحكيم، بيتكلم على المجاملات، واللاعب نفسه ومدير الكرة بتاع نادي الإسماعيلي اعترفوا بأن الكرة لمست إيده. وللأسف الإعلاميين هم كمان مش عايزين يتراجعوا عن قرارهم، حتى لو كان قرارهم صحيح مش عايزين يرجعوا يقولوا احنا أخطأنا، لا بالعكس بيتمادوا في هذا الخطأ. ومن هذا القبيل أنا وجهة نظري مباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك القادمة يوم 13/7 في بطولة الدوري المصري، من وجهة نظري صعب جدا اللي يدير المباراة طاقم تحكيم مصري. ليه؟ لأن الأجواء مشحونة، الأجواء صعبة جدا ما بين الجمهور وبعضه. فحفاظا على جماهير الفريقين من وجهة نظري وحفاظا على الشكل العام للكرة المصرية، بتمنى أن يكون طاقم تحكيم أجنبي على أعلى مستوى حتى يخرج بهذه المباراة لبر الأمان. وخاصة أن المباراة دي هي مهمة لنادي الزمالك في استعادة الثقة بنفسه، مهمة لنادي الزمالك في أن هو يقول أنا موجود في الدوري المصري وبفوز على النادي الاهلي. والفتره اللي فاتت كانت فتره كبوه، واستطعنا ان احنا كنادي الزمالك ان احنا نمر منها مرور الكرام ونعديها ونرجع مره تانية للمنافسه. في نفس ذات الوقت هتكون المباراه ايضا مهمه للنادي الاهلي، لان هي بنسبه كبيره جدا لو النادي الاهلي فاز في المباراه القادمه امام نادي الاتحاد السكندري يتبقى له نقطتان، والنقطتين دول هيحاول النادي الاهلي ان هو يفوز على نادي الزمالك حتى يحتفل في هذه الليله بلقب وعوده درع الدوري مره تانية للجزيره والى النادي الاهلي. يبقى من وجهه نظري الافضل اداره اجنبيه للمباراه، هتكون شيء كويس جدا وهتكون شيء رائع جدا، وهتبعد برضو الضغوط على الحكام المصريين في الفتره دي. من ضمن تبعات مباراه الامس ما بين الاهلي والاسماعيلي، اداره نادي الاسماعيلي قدمت كده زي احتجاج رسمي لاتحاد الكره المصري ورابطه الانديه. شايفين ان حكم المباراه ما كانش فيه عداله تحكيميه، وكان فيه مجامله كبيره جدا، وكان هدف ملغي لنادي الاسماعيلي ولم يتم احتسابه. وطبعا شايفين ان الموضوع فيه ظلم لنادي الاسماعيلي ولجمهوره، وخاصه الموقف اللي بيعيشه نادي الاسماعيلي في الفتره دي من احتياجه لاي نقط من الدوري العام قد تنجو به من شبح ومن منطقة الهبوط. أيضا طلبت إدارة النادي الإسماعيلي الاتحاد المصري لكرة القدم عمل تحقيق كده مع طاقم المباراة وإن النتائج تكون عادلة. وطلب كمان نادي الإسماعيلي إن المباراتين القادمتين له في الدوري وهما مباراتين حاسمتين، طلب طبعا طاقم تحكيم دولي منعا طبعا للأخطاء اللي بتحصل وبتضيع
فرص كبيره جدا على نادي الاسماعيلي. طبعا الاحتجاج من وجهه نظري هو احتجاج مقبول، ومن حق نادي الاسماعيلي ان هو يقدم احتجاج طبعا، لكن انا شايف ان هو في المضمون وفي الشكل العام اهم نقطه فيه ان هو بيطلب في المباراتين القادمتين للاسماعيلي طاقم تحكيم على اعلى مستوى وطاقم تحكيم دولي. ده حق نادي الاسماعيلي طبعا، وخاصه ان المباراتين القادمتين للاسماعيلي لا تقبل التعادل او الهزيمه حتى يعني ينجو نادي الاسماعيلي كده من الهبوط للدرجه الثانيه. لكن بالنسبه للاحتجاج المقدم بان هناك هدف لم يحتسب وهدف صحيح لنادي الاسماعيلي، لا طبعا. اللاعب بنفسه او مدير الكره نفسه في نادي الاسماعيلي طلع على الهواء مباشره في القناه الاولى وقال ان الكره لمست ايد اللاعب. الحاجه الثانيه ان كانوا ايضا بيطالبوا في الاحتجاج ده ان او بيقولوا ان كان فيه ركلتي جزاء صحيحتين ما عليهم كل الخبراء. لا طبعا، مفيش اي خبير كروي اجمع ان في ركله جزاء لنادي الاسماعيلي. كان كل اللعيبه اللي بتقع في منطقه جزاء النادي الاهلي من لعيبه النادي الاسماعيلي كان السقوط كله بداعي ان هو يعني بيطالب بركله جزاء. فمن وجهه نظري البيان ده بيان ضعيف، ويعني مش هيفيد النادي الاسماعيلي كتير في الفتره اللي جايه، غير ان ممكن طاقم التحكيم يكون فعلا دولي لنادي الاسماعيلي في المباريات القادمه. اتمنى طبعا التوفيق لنادي الاسماعيلي، ويستنى معانا نادي الاسماعيلي في الدوري الممتاز ويرجع للمنافسه من جديد في السنوات القادمه. عندنا برضو خبر عن اللاعب النادي الاهلي السابق اليو بادجي. اليو بادجي ده كان من لاعيبه النادي الاهلي وبعدين مشي بقى اعاره وبعد كده بيع من النادي الاهلي، وهو حاليا نادي بوردو الفرنسي فعل بند شراء اليو بادجي. طب هو الموضوع ده هيفيد النادي الاهلي ازاي؟ هيفيد النادي الاهلي ان هو ليه نسبه 20% من قيمه اللاعب او قيمه شراء اللاعب اللي هي بتوصل لحوالي 3.5 مليون دولار. يعني النادي الاهلي هيكسب في الموضوع ده حوالي 600-700 الف دولار من هذه الصفقه، بعد ما نادي بوردو فعل كده بند شراء اللاعب من نادي اميان الفرنسي. خلاص برونو سافيو ساب النادي الاهلي، رجع لناديه الاصلي وناديه اللي هو كان فيه قبل ما يجي النادي الاهلي. يمكن من الصفقات اللي ما نجحتش مع النادي الاهلي وكلفت النادي الاهلي كتير جدا من وجهه نظري، صفقه برونو سافيو هي صفقه فاشله للنادي الاهلي. صفقه ان انت تجيب لاعب برازيلي هي صفقه لم تنجح مع النادي الاهلي ولم تنجح يعني طول تاريخها يمكن مع النادي الاهلي. النادي الاهلي اتكلف كتير جدا من برونو سافيو، كلف النادي الاهلي وخسر النادي الاهلي حوالي مش ممكن يكون مبلغ داخل فيه 800-900 الف دولار. برونو سافيو ما فيش مدرب اقتنع به، لم يقدم اوراق اعتماده لمدربين النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. كل اللي قدمه هو هدفين واثنين اسيست، وكان احد هؤلاء الهدفين في مباراه كاس السوبر مع نادي الزمالك. طبعا انا بتمنى بقى من اداره النادي الاهلي ان هي تخلي بالها في الفتره الجايه والتعاقدات من المشاكل اللي بتحصل مع مثل هذه الصفقات. لازم ان القائم على الصفقات في النادي الاهلي يكون هناك دراسه مره ثانيه يحلل اسباب ان لاعب زي برونو سافيو ما استفادش النادي الاهلي بيه، بالرغم ان هو كان السي في بتاعه كويس جدا. يشوف هل مثلا المكان اللي بيجيب منه هؤلاء اللاعبين ما يتماشوش مع الثقافه ومع العادات والتقاليد المصريه، هل دماغ اللاعب وشخصيه اللاعب بتختلف من مثلا اوروبا غير اسيا غير امريكا الجنوبيه او امريكا الشماليه، هل اللاعب ده ممكن يبقى متالق هناك ما ينفعش يلعب في الملاعب المصريه. فيجب بقى كده على اداره التعاقدات في النادي الاهلي من وجهه نظر ان هي تحلل الموضوع ده عشان ما يحصلش مثل هذه الاخطاء وتتدارك مثل هذه الاخطاء عشان ما تتكررش مره ثانيه. لان اعتقد ان النادي الاهلي يعني لم يستفيد ببرونو سافيو على الوجه الامثل، بالعكس خسر النادي فيه مبالغ كبيره جدا، يمكن يواصل المبلغ الخسائر في برونو سافيو ل 600-700-800 الف دولار في لاعب لم تستفاد به ولم يستفاد به النادي الاهلي ولم يقتنع به اي من المدربين اللي دربوا النادي الاهلي. بتمنى في نهايه الفيديو لو عجب حضراتكم لايك واشتراك في القناه لدعمي ومتابعه كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.